السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله صحة تكون لاباس. كي راكم خاوتي؟ جيسبر تكونوا بيان وبارك الله فيكم وربي يحفظكم دائما في مواضيع الساعة الاتحادية، التسريبات وغيرها من الامور. جينا نهضروا خاوتي على موضوعين او ثلاثة. نبداوها بخاوتي باستنجاد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم والد صالدي بالمرأة المالية. سميتها المرأة المالية اللي هي خاوتي سليمة بن عيساتي الأستاذة هذه في أمور الإدارة والمالية. حضرت عليها ولكن لازم نعطوها حقها. بالإضافة إلى هذا غادي نهضروا على شخصية تثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي شخصية المكلف بالإعلام لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اللي هو صالح باي عبود. خاوتي نبداو بالمرأة الحديدية وبعد نبداو بهذه الشخصية وهذا الشخص المثير للجدل في الآونة الأخيرة. نبداو بالأستاذة سليمة. الأستاذة سليمة بعد الباساسيون وبعد خاوتي تسليم واستلام المهام ظهرت بعض الأقاويل أنها هي من تكفلت بالأمور التسليم والاستلام، خاصة من الناحية المالية، خاصة من الوثائق اللي تعطى أثناء مرحلة التسليم والاستلام. وكانت دقيقة الملاحظة وسجلت عدة احترازات خاصة في فقدانها للوثائق وعدم جلب البيرو فيدرال أو المكتب الفيدرالي اللي فات بقيادة زفيزف وأمينه العام دبيشي لعدة وثائق مهمة وخاصة المالية. منها هذه الأستاذة اللي أطرت وتكونت ومرت على عدة وظائف إدارية وعلى مستوى عالي من وزارة من اتحاديات، عندها من الزاد المعرفي المالي والإداري لهذه الأمور وللاتحادية الجزائرية لكرة القدم ما يخول لها تتحكم في الأمور، ما يخول لها تتحكم في الأمور الإدارية والمالية. مرأة كما هذه كذلك سمعنا أنها أوقفت جميع رواتب العمال لعدد الرواتب الضخمة. أولا من حيث ضخمة يعني اللي كان يخلص 3 ملايين ولا 30 مليون، اللي كان يخلص 10 ملايين ولا مش عارف أنا 200 مليون، الله أعلم كيف صابوا الحياة، كيف صابوا كما نقولوا المعمعة خاوتي. ولكن صابوا كوارث من حيث الرواتب وزيد خاوتي من حيث عدد العمال. انت مركز كيما سيدي موسى تحتاج عندك فندق فيه يحتاج عامل للطبخ او جهاز خاوتي لإدارة الفندق، من مدير الفندق مثلا من الفام دو ميناج، عندك ما على باليش انا الاكل ومستلزماته وكذا، والشاف تاعه وطاقم تاع كويزيني. بالاضافه الى هذا خاوتي عندك اللي يقوم بالامور الاداريه، عندك زوج العساسه ولا ثلاثه ديال ربع عساسه، عندك المستكلف بالعشب والملاعب التدريب، هذا ما تحتاج. وعندك هذوك تاع الصيانه وكذا وكذا وكذا. كي تكثر 20 خدام. ولكن سيدي موسى يحتوي على 60 أو 70 خدام، علامة استفهام كبيرة. شاب دير 10 للعشب، داير 10 للعشب والعشب ديما خاسر، هذه فاني مشكلة. داير 10 في لوتيل ولوتيل دائما الشكوى منه. ما لوتيل شي تحتاج، خاصة أن تربصات المنتخب الوطني وكان محجوز للمنتخب الوطني ما كانش يقعد فيه بزاف. يجي فترة التربص ربما كنت تدير عمال تاع سيزوني، لما يكون التربص تعيط لهم يخدموا، ما يكونش تربص كل واحد يقبض دار ولا يشوف خدمة أخرى لفترات. أو أنك تقوم بتعيين شاف مع 2 طباخين والصلاة على الحبيب، وزيد لها عمال التدريبات أو عمال صيانة الملاعب مع مكلف بالعشب وصيانة العشب. عندك الحراسة سي أوبليجي خالتي، وزيد كذلك الأمور الإدارية، عندك عمال إداريين 4 ولا 5 للتنسيق، شكون يدخل شكون يخرج، كاميرات مراقبة وكذا وكذا. كي تكلب خاوتي 20 عامل تصيب 60 عامل. لهذا على سليمة عيساتي أن تقوم خاوتي بفحص دقيق في الأجور وفي كذلك عدد العمال وخاصة خاوتي اللي ما يحضروش واللي جام يحضروا في سيدي موسى وعندهم رواتب عالية. والآن احنا كاع من هذا الشيء نطالبوا وليد صادي بالمحاسبة ودار شرع. وراهي دار شرع يا وليد صادي، حابين دار شرع، حابين نشوفوك ديت ملفات لدار شرع، حابين نشوفوك داي ملفات للمحكمة يا خويا. جميع كما قلت انت قضايا الفساد او اختراقات مالية
أو مثل هذه القضية، قضية العمال، قضية الرواتب، حوس من أخطأ لازم له جزاء ولازم له محاسبة يا سي وليد صادي. والله العلي العظيم ما دير حتى حاجة كون ما تحاسبش اللي قبلك، ما تحاسبش من أهدر المال العام، من عمل هذه كيف أنت يا سيدي موسى يستوعب 20 خدام تخدم فيه 60 خدام؟ كيف سيدي موسى عنده 20 خدام ولي يخلصوا 60 خدام؟ أليس هذا بفساد؟ هذا فساد سي وليد صادي. نتمناو نشوفوا ملفات لدى المحكمة، نتمناو يكون ملفات لدى المحكمة. نروحوا قضية صالح باي عبود، هذا الشخص اللوز، هذا الشخص هل هو محمي من الكول جمال بالماضي؟ وتقريبا الشعب الجزائري ما نقولوش 100% ولكن حسب استطلاعات الرأي تقريبا 98 97% يطالبون برحيله. هذا اللي خاوتي دير كوارث بالتصريحات تاعو، خاصة أثناء المقابلة تعاد والقصامة يعاقب. يعني المونديال بقى له 10 أيام، هو قال لك رانا نقارعوا للفيفا ترد علينا. يعني كارثة بأتم معنى الكلمة، كارثة خاوتي بأتم معنى الكلمة. واحد كيما هذا تخليه منسق، تخليه مكلف بالإعلام، وزيد خاوتي أخطاء طباعية، أخطاء كذا خطينا منها كنا نوقع فيها. ولكن هذا الشخص هل هو مكلف بالإعلام لدى الاتحادية أو مكلف بالإعلام لدى المنتخب الوطني وجمال بالماضي؟ إذا كان من طاقم الكود جمال بالماضي على وليد صادي مراجعة العقد تاعو، مراجعة العقد تاعو. شيء يكون بالنسبة لكود جمال بالماضي مساعد مدرب، حامل للحقائب، حامل للكرات، يقدم الشيء للاعبين. الله أعلم ماذا يحتاجوا في الكود جمال بالماضي. إذا احتاجوا يتعاقد معاه على أساس ستاف تاع الكود جمال بالماضي، ستاف تاع الكود جمال بالماضي، ويبعده نهائيا عن الإعلام وخلية الإعلام لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. يخليه باش نعرفوا أن هذا الشخص محمي من طرف الكود جمال بالماضي أو يعمل مع الكود جمال بالماضي. إذا أقر جمال بالماضي هذا وأراده في الجهاز الفني تاعو فليكن هذا، ولكن مع مراجعة الثمن ومراجعة قلت لكم ثمن خاوتي الراتب. إذا كان مكلف بالإعلام يجب سحب كل مفاتيح أو جميع مواقع التواصل أو مواقع الإعلام لدى الاتحادية، من موقع فيسبوك، من موقع على السيت، من موقع يوتيوب، تويتر، كل المواقع اللي تستعملها الاتحادية لازم تسحب من هذا البني آدم. وأول شيء تقوموا به تغيير مفاتيح الدخول، تغيير كلمات السر ومفاتيح الدخول، واقتضى الأمر تغيير كل شيء، لأنه كارثة بأتم معنى الكلمة. وخاصة مع وليد صادي، شفناه لما جاءت انتخابات وليد صادي موش موجود رايح، شفناه كذلك انطواءه لجبهة إيغيل. لهذا لازم يكون قرار من رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتفاهم مع الكوز دائما المدار، تحتاجها في الستاف تكنيك تاعك خليه في الستاف تكنيك، ما عنده ما دخلوا بالاعلام والاعلام، نجيبوا لك مكلف بالاعلام هو يقوم بالواجب ويكون تحت امر الاتحاديه وتحت امر جميع المنتخبات. مكلف بالاعلام لدى الاتحاديه يكون تحت امر جميع المنتخبات وليس المنتخب الوطني الاول وفقط. جمال بالماضي تحتاجه في الطاقم الفني تاعك اديه الله يسهل عليه وتتفاوض معاه على هذا الاساس، ولكن تفرضه كمكلف للإعلام لدى الاتحادية هذه ما تكونش، ولازم ما تكونش يا سي وليد صادي. أنت الرئيس وأنت تختار من هو مكلف بالإعلام، من هو مكلف بالإعلام، سواء تجيبه ذو كفاءة ذو كذا، سواء تعرفه في إمكانيات وعنده إمكانيات، سواء انجينير في الانفورماتيك، انجينير في الإعلام الآلي ولا كيف خاوتي تلفوها لي، سواء صحفي ذو خبرة ذو مجالين، عنده دبلوم في الانفورماتيك وعنده دبلوم في الإعلام، جورناليست عنده قامة إعلامية كبيرة يتكلف بهذا الأمر، أو تدير خالية كلها مختصة بالإعلام ومكلفة بالإعلام لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بتكون خالية محترفة بامتياز، تعني خالية تقوم فيها 5 أو 6 من الناس متكلفين بمواقع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ويسجلوا كل صغيرة وكبيرة. واحد ما يصفقش، ولكن كي يكون عندك مجموعة وترأسها واحد يقوموا على هذه المواقع، سواء تويتر سواء فيسبوك سواء خاوتي مع كثرتها خاوتي سواء تيك توك سواء مواقع إلكترونية قناة اليوتيوب، كي يكون عندك زاد بشري وذو كفاءة كذا كذا تسهل المأمورية على الجمهور الرياضي. أنا كيوتيوبر ولا
كمشجع ولا كجمهور ولا كذا كذا، لما احتاج المعلومه ما نقعدش نأول وما نقعدش نتفلسف وما نقعدش كذا، ندخل المواقع الاتحاديه ونجيب المعلومه الصحيحه. هذا هو الموضوع. تهلاو في رواحكم والسلام.